تكملة للدرس الثالث في مادة التربية الإسلامية الصف الثالث الابتدائي. نذكركم بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بنقسمه لثلاث أقسام. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في قوله اتق الله حيثما كنت، أي راقب الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. وأنا مع الناس وأنا لوحدي أنا بتقي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعني ويراني أينما كنت. تاني محور علاقتنا بأنفسنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني عملت خطأ تعالجه بإنك تعمل حاجة بعد منه صح، ماشي؟ فالحسنات يذهبن السيئات. المحور الثالث علاقتنا بالآخرين: وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. استعمل الأخلاق الحميدة، الألفاظ المناسبة اللي هي ما تزعلش منك أصدقائك. وبكده تبقى احنا أتمينا الدرس الثالث في مادة التربية الإسلامية. كونوا معنا ولا تنسونا بدعم القناة، وإلى أن نلتقي تصحبكم السلام.